محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله موجع إلا وداواه. سيدنا الإمام محمد البصيري يا بنات مدفون في الإسكندرية، كان فرحان قوي قوي إن أبوه سماه محمد. وفي يوم من الأيام ابتلاه الله بمرض الشلل النصفي، عافانا الله وعافاكم وعافى كل مبتلى يا رب. فقال إيه سيدنا الإمام محمد البصيري؟ قال أنا هألف قصيدة أستشفي بيها وأتشفع بيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القصيدة لحد ما وصل لبيت، يعني ما كملش لسه، يعني في بداية البيت، فقال إيه؟ فمبلغ العلم فيه أنه بشر. وحاول يعصر دماغه إن يجيب بيت بعدها مش قادر. فعاوز يقول إن سيدنا محمد يعني أفضل الناس، وكل ما يجي له فكرة يقول الناس قالتها. فجاء حتى غلبه النوم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فمسح عليه بيده الشافية الشريفة، وقال له وكمل له البيت وقال له إيه؟ وإنه خير خلق الله كلهم. يبقى البيت بيقول إيه؟ فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. قال سيدنا الإمام محمد البصيري فلما استيقظت من نومي فرأيتني وقد شفاني الله. وفي الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم خالع بردته الشريفة وأهداها لسيدنا الإمام محمد البصيري. ولذلك القصيدة دي يا بنات اسمها البردة. والعلماء قالوا فيها إيه؟ قالوا عن البردة دي قالوا إيه؟ ما كانت في دار فحرقت، يعني لو وجدت في الدار دي ما تحرقش أبدا، ولا في قافلة فسرقت، ولا في سفينة فغرقت. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد. أهلا وسهلا حبيباتي، عدنا والعود أحمد، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد. وحشتوني يا بنات من آخر فيديو، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكونوا جميعكم بخير يا رب، وفي صحة وعافية، ويصلكم الفيديو يا رب وأنتم في أتم الصحة والعافية والستر والرضا، اللهم آمين يا رب. مبدئيا يا بنات في الفيديو ده بإذن الواحد الأحد، لو عندك كيلو لبن واحد هتعمل لي منه أحلى جبنة بأسهل طريقة، كما اعتدتم مني، يعني بأقل التكاليف. وفي الفيديو ده برضه يا بنات استبدلت وحدات التخزين الغالية، واستخدمت وحدات تخزين بسيطة عندي في البيت، هوريها لكم بخزن فيها كميات من الرز والمكرونة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لو عندك شوية مواعين يا حبيبتي وقاعدة تتفرجي على الفيديو، فشغال الفيديو بابا ويلا عشان محدش هيعملهم غيرك. يلا بابا ايه، قومي اعملي رتبي المطبخ كده وروقي كده واستغفري ربنا وزهزهي واتبسطي، فأنت مسلمة. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربي على نعمة الإسلام. مبدئيا يا بنات والله جتني رسالة من فترة، فأحدى الحبيبات بتقول لي اتكلمي عن الزوج البخيل، والله وجعتيني أقسم بالله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ليه وجعتيني؟ لأني والله أرى يعني من الحبيبات القريبات اللي هي يعني سبحان الله ابتلاها الله بزوج من هذا القبيل. ولكن سبحان الله هي في كل يوم في ازدياد وفي خير وفي نعمة وفي حاجة حلوة قوي 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 يا بنات، والله العظيم أول ما تبصي لوشها تحسي بالرضا والنور، والله العظيم. وهذا من إيه؟ من لطف ربنا بيها ومن كرمه عليها. هقول لك يا حبيبتي عن الزوج البخيل، ولكن مبدئيا يا أمهات يا بنات يا حبيبات لا تتغروا بالمظاهر. أما يجي عريس لبنتك يا حبيبة قلبي، مش لازم يعني عشان معاه عربية وعنده شقة ومعاه مثلا وظيفة مرموقة إن الراجل ده يكون البرفكت. أول شيء يا بنات تحروا في اللي هيجي يتقدم أو اللي هيرتبط ببناتكم، تحروا فيه الكرم. يعني البخل ده ليس من صفات الإسلام أبدا، ده ربنا كريم، واللي بيعمل حسنة بيضاعفها له أضعاف مضاعفة. فالبخل ده يعني ليس من شيم الإسلام. طيب، البخل ده وراثة، البخل ده طبع، البخل ده مرض، يعني عافانا الله وعافاكم. ويا بنات يعني من كانت منكم تشعر بحاجة في نفسها وهي أدرى الناس بنفسها، تدعو الله، تلجأ إلى الله عليها بالصدقة، وربنا بإذن الواحد الأحد هيشفيها من هذا الابتلاء. طيب، أختي الحبيبة اللي بتسألني عن زوجها، بصي يا حبيبتي، ربنا يا رب يصبرك ويعينك، ولكن خلي بالك في شيء اسمه بخل وفي شيء اسمه حرص. ربما يكون زوجك هذا حريص، حريص يعني بيخاف يصرف
مثلا اللي هو أساسا في ذاكرته حاجات مرت بيه أثرت على تفكيره إنه يخاف يصرف، هيتعرض لمواقف زي اللي تعرض لها زمان في الصغر في كده. فأول شيء يا بنات، يعني ما تطلقوش عليه لفظ البخيل إلا وهو يعني وانتم متأكدين من هذه الكلمة. والبخيل يا بنات ليس بخيل ماديا فقط، البخيل بخيل في كل شيء، في العواطف بخيل، في الاجتماعيات بخيل، في الماديات بخيل، في الفرح بخيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هند مرات أبو سفيان جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وتشكو من زوجها أبو سفيان. أمة يا بنات، ده المرتة اللي طلعت من الجبنة اللي أنا عملتها. فأنا إيه احتفظت بيها. عملت إيه بيها؟ عملت بيها معجنات للعيال. أمال إيه؟ عملت بيها حاجة كده شبه الفينو، ولكن طعمها كان خرافة. ليه؟ لأن المرتة دي يا بنات في اللبن وحانت كده جميلة، والله بسم الله ما شاء الله. فما ترميش أي شيء، ما ترميش أي شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فرجاء لو وصلت معايا لحد هنا لايك يا بنات، واشتراك في القناة اللي ما اشتركتش شرفني، ودعوة حلوة ولكم بالمثل. وهكمل لكم هند مرات أبو سفيان لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو له وتقول له إن أبو سفيان راجل شحيح وبخيل. آه، عايزة أقول لكم حاجة بس، وفي لهجة أمي معفن. الله المستعان. ف الله، أصل أمي ما بتكرهش قد البخيل في الدنيا، والله العظيم. ربنا يا رب يديها الصحة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهند إيه؟ قال لها خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، بالمعروف اللي تقدري تاخديه منه ومن وراه خديه يا قلبي، واركني على جنب وخليه للظروف للطوارئ. احتجتي حاجة، عوزتي حاجة، الظروف رميتك على حاجة، الله المستعان. ربنا يا رب إيه يصبرك. ده بالنسبة اللي احنا نعرفه في الإسلام. واستعيني بالله، وعليك أيضا بقيام الليل والدعاء يا بنات. أنا عديتكم والله العظيم كنوز في الدعاء، والله العظيم 3 كنوز في الدعاء. عايزة أقولهم لكم بس انتوا تقولوا تطولي. بس يا حبيبتي عليكي بدعاء: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم يا ولي في نعمتي، يا مؤنسي في وحشتي، يا ملاذي عند كربتي، اجعل مقته علي وبخله علي بردا وسلاما، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وادعي باللي في نفسك. ادعي يا بنات. أنا كل فيديو بقول الدعاء يا بنات، الدعاء لا تستهينوا بالدعاء، الدعاء عبادة، تعلموا فن الدعاء. أيوة أنا قلتها، اللهم بلغت اللهم فاشهد. الدعاء يا مكروبات، اللي في كرب اللي في هم عليك بالدعاء. طيب هذا من الجانب الروحي، وأنا عايزاكي تبقي قوية. وأنا عارفة إن صعبان عليك الولاد، وعارفة إن نفسك يديهم، ونفسك. بس طيب هذا قدرهم، هذا قدرهم. ويعني ربنا ما بيقطعش من هنا إلا بيوصل من هنا. صحيح الأب بخيل، لكن ما شاء الله الأم، يعني شوفوا الحنان اللي جواكي قد إيه وأنت زعلانة على العيال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أم ب100 راجل كمان، مش أم بس، الله المستعان. فيا حبيبتي احتسبي أجرك على الله، فإنك من الصابرين، وبشر الصابرين. طيب ده في الشق الإسلامي. في الشق اللي هو إيه؟ التعامل لله. طيب إحنا كنساء بقى، بص يا حبيبتي، لو كان ربنا كرمه واداك المصروف وانت بتشتري، طبعا انت عارفة هتعملي ايه. انت عارفة هتعملي ايه؟ يعني هتجيبي الحاجة المخفضة وتحاولي تحوشي على جنب. طيب الناس دي عامة ما بتديش، ما بتأمنش ان حد ياخد الفلوس كده كأنه خد روحها. طيب تعملي ايه؟ قولي ناقصنا كذا، ناقصنا كذا. طيب ناقصنا رز، عايزين رز، وانت عندك رز، حاولي 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 تقتصدي. يعني ربنا يا رب يتولاك برحمته، ولكن حاولي تبدعي وتقتصدي. زمان كانت فيه واحدة من جدتنا القدامى كان عندها وضع مثل هذا، فكانت تاخد منه وتدس عند جارتها، متفقة هي وجارتها على سيم، واللي تاخده منه يا حبيبتي عشان هي أحيانا تمرض أحيانا كده، فاهمة؟ فالله المستعان. شغلي مخك واحتسبي ولا تحزني، فأنتي من الصابرين حبيبتي. استقوي بالله، وربنا يا رب يفرج كربك ولو قدرتي.
لو قدرتي يا قلبي تشتغلي ويكون عندك مورد تاني اشتغلي، اتعلمي الخياطة واشتغلي، ومش لازم لو ربنا كرمك بفلوس تعلميه بيها نهائي. تمام. يا رب تكون وفيت في النقطة دي يا حبيبتي، واستعيني بالله وما تتعلقيش بحد، ولا خليكي انت محور نفسك، انت محور كونك، يعني مثلا سبحان الله، يعني ما توقعي الوحش. تمام، توقعي الوحش، عشان ايه؟ لو جه الوحش ابقى احنا متوقعينه واخدين بالنا ان ممكن حاجه زي كده تحصل. ربنا يا رب يكتب لك الخير والسعاده ويخلي لك اولادك ويبارك لك فيهم يا حبيبتي، وان شاء الله هيعوضك باذن الواحد الاحد. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جيت يا بنات اشتري حاجات اخزن فيها الرز، لقيت اللي هتشيل 3 كيلو رز ولا 2 كيلو رز معديه ال 150 جنيه، ومشيتها البلاستيكات بتاعتها مش قد كده. فلقيت عندي الحاجات دول في البيت، انا قبل كده اوريتهم في فيديو. فطبعا دول من ساعتها او من فتره كبيره يعني وانا بستخدمهم. وانت طبعا ممكن ايه، يعني انت هتستفيدي ايه لما انا اوريكي كده؟ لا، هتستفيدي ايه اللي هتستفيديه؟ اول حاجه الحاجات دي يا بنات ما بتشيلش اماكن، ما بتاخدش اماكن. يعني انت ممكن توقفيهم فوق بعض على جنب كده، في ركن كده، هيقفوا فوق بعض. كمان انت ممكن تجيبي الحاجه اللي اكبر من ده، يعني ده بيشيل 8 كيلو رز، ممكن انت تكبري شوية عشان يشيل اللفة كلها 10 كيلو. تمام يا حبيبتي. فربنا بإذن الواحد الأحد يا ربي يطعمنا ولا يحرمنا، ويطعم كل جائع على وجه الأرض، ويطعم إخواتنا في فلسطين يا رب، ويفرج عليهم عاجل غير آجل يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش عيب يا بنات انك تدبري امورك، وانك تحاولي الموجود عندك تمشي بيه وكده، والصح الأصح بقى إنك تبقي ذكية وتختزلي جزء من أي دخل داخلك يا حبيبتي لنفسك. أنا مش بقول كده بقلبك على شفت البتاع، والله أمطى راسي أمطى من الصداع. من الصداع، أنا شربت مج الشاي شوفوا قد إيه، لكن صداع. بس إحنا بنحاول نبعد بقدر الإمكان عن المسكنات يا بنات، ما تاخدوش مسكنات. الشغل ده اللي إحنا بنشتغله ده بينسينا التعب. تمام. فلو شوية صداع يعني كده، مش عيب يعني تقمطي راسك القمطة اللي أنا عمطاها دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتعملي كوباية شاي وتستغفري ربنا كده، وتدعو الله إنه يرفع الصداع. بس تبعدي قدر الإمكان عن إيه المسكنات. إحنا بناخد مسكنات بس يا بنات، مش كتير يعني. الخسارة يا بنات مش إنك تخسري حد انت بتحبيه، الخسارة بجد إنك انت تخسري نفسك وانت بتحاولي ترضي شخص تاني. يعني بتحاولي يعني تكسبي وده، وانت بالنسبة ليه ولا حاجة. يا بنات التعلق، يعني سبحان الله، خلي تعلقك كله بالله، يعني محدش يستاهل. تمام. يعني خلي عندك مبدأ، هتهتم بيه اهتم بيك. هتدور عذر بقى وتختفي ومش عارفة ايه، هدور لك مليون عذر وامسحك، واول ما تيجي تدور انت فين مش هتلاقي نفسك، هتلاقيك ممسوح. تمام. هتهتم اشيلك فوق راسي واهتم بزيادة كمان. تمام. اي حاجة في الدنيا يا بنات بتتعوض، واللي ما يتعوضش ممكن نبدله، إلا حاجة واحدة بس، خسارتك في دينك. خسارتك في دينك هي يا بنات أكبر شيء، أكبر خسارة في الحياة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد. الكلام ده يا بنات ينطبق على كل التعاملات، يعني سواء في بيتك مثلا زوجك. أنا مش بقويكي والله على زوجك ولا شيء، ولكن عايزاكي يبقى عندك، تبقى أنت محور كونك. ليه؟ لربما شوفوا لما وقع البتاع ده ولا كأنه ولا الهوى ما شاء الله يعني. فيعني تبقى انت محور نفسك. يعني عارفين يا بنات اكتر شيء اللي هو بيعرضنا للكسرة والهزيمة، ان الطرف التاني يكون ضامننا، تبقي مضمونة كده، مضمونة انت مهما حصل فيكي مش هتفلتي، فهو بيسوق فيها بقى. تمام. وده بدأنا يا بنات الجبنة، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة يا بنات الجبنة، اللبن ده لبن من عندنا من البيئة، من البلد. عارفين مين اللي عامله، مين اللي جايبه، وعارفين ان هو لسه صابح، عشان ممكن واحدة تجيب لبن ويبقى بايظ وتقول كده. يا بنات اللبن، اول حاجة جبت كمية في كنكة القهوة الصغنونة، حط شوية من الكمية دي واغليها. لو اللبن كويس هيغلي معاك ويفور. لو اللبن مش كويس هتلاقيه قطع. تمام. لكن ما تجربيش في الكمية كلها. فأنا كنت حطاه في الإيه، في التلاجة، خدته وبردته. تمام.
خدته وحطيته على البوتاجاز، دفيته زي دمعة العين، وكده دمعة العين برضو تبقى حامية كده. ليه؟ لأنه ده صيف. وده يا بنات حاجة اسمها منفحة، بنجيبها من المعمل. زمان يا بنات وانا في البلد انا ما كنتش استخدم المنفحة دي خالص، ولا عيالي ياكلوا الجبن اللي مثلا تدخل فيها المنفحة دي. كنت بجيب المنفحة البلدي. يعني عارفين ايه المنفعة البلدي دي؟ هقول لكم للمعلومة. لما يجوا في الجاموسة لما بتولد البطش الصغير، ابنها اسمه بطش، البطش الصغنون ده، فلازم ده بيبيعوه. تمام. بيبيعوه ليه؟ لأنه هو لحمته جميلة، وهو ما يتاكلش مثلا لو هو صغير كده. فياخدوا منه ايه بقى لما يذبحوه؟ ياخدوا منه ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، المنفعة بتبقى جوه العجل الصغير. شوفوا سبحان الله. وبناخدها بنعملها بننضفها، وانا كان عندي بقى منفعة العجل الصغير نفسه. تمام. دي بنتي يا بنات، هي بتساعدني. شوف المواعين اللي بعمل فيها لازم تغسليها كويس كويس كويس. ودي يا بنات دي البتاعة دي اللي بنجيب فيها الخضار، بتبقى جاية من السوق، غسلينها برضو كويس كويس كويس. تمام. الحاجات دي لما تستخدم لازم تبقى نظيفة، لأني اللبن ده اسمه در، فالدر فضاح شوية، يعني لازم حاجتك تبقى نظيفة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صفيناهم فيهم بعد ما خدوا. طيب ايه الغلطة اللي انا عملتها؟ لازم يا بنات اول ما تحطي المنفعه تجري على طول على الفريزر او على التبريد. خلي عندك التبريد، انا ما عنديش تبريد طبعا، هحطه في الفريزر. فبصوا اللبن عامل ايه، لازم يبقى فيه شويه ميه من فوق. انا ما صبرتش لما يعمل الميه دي. تمام. عشان كده طلع مرتة كتير، طلع اسمه ايه، طلع شرش كتير. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا بنات، تخلوه يعمل وش ميه كده صفرة من فوق، هتبقى وش ميه صفرة. وتصفيه. ما عندكيش البتاعة دي طرحة تكون اللي هي الشفافة اللي هي بتنزل ميه يعني. وانا حاطاه جوه مصفى يا بنات، يعني الكبيرة دي، الحلة الكبيرة دي مصفى. تمام. فصفيته تصفية محترمة، وكل نقطة نزلت منه ما رميتهاش. والله كل نقطة نزلت منه أنا خدتها وعملتها معجنات. ولو وصلت معايا لحد هنا يا حبيباتي، دعوة حلوة لكم بالمثل. فربنا يا رب يجازيكم خير، وأنا بحبكم جدا جدا والله العظيم يا بنات. يعني إخواتي، أقسم بالله إخواتي في الله. ربنا يا رب يديم المعروف ما بيننا، وإن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد تنتظروا المزيد يا بنات. طبعا اديني اهو بصفيها وبحصرها. تمام. هي بتنشف يا بنات وبتطلع من البتاعة دي بسهولة، خلي بالكم. وقطعها وترش عليها ملح. والله طعمها خرافة، يعني طعمها كان جميل جدا جدا. بصي مش مفششة ولا حاجة، مفششة يعني فيها فراغات. ولو وصلت معايا لحد هنا، صلي على رسول الله. وربنا يا رب يفرج عنكم جميعا يا ربي، وإلى لقاء. إلى لقاء.